شوفوا في فم واد، هذه البني هذا تبنيه في الفم الواد هذا. شو الواد مكبرو، واد عظيم راه. الواد هذيك يقابلوه ديار. العباد بانيه معناها تحت الواد. دونك الواد اللي صورته لكم توا جيست هو يتعدى منك الشجرات هذوكم، يهبط تحت الكنال هنا، يتعدى في الكنال اللوطة هنا في نفق، وبعد يحل على الديار هذو. شوف كيفاش يحل على الديار هكا. الديار هذوما يعرضوا للواد، بعد كيف يفيد يقولوا شبيه الدنيا فاضت. تصور انت الواد هذاك لازم يخرج من النهج هذايا، يخطف الدورة يتعدى في النفق هذايا ولا اش تسمى الفوسي هذا، يمشي في الفوسي هذايا وبعد يعاود يدخل تحت الحومة مرة أخرى، تحت الكياسات وتحت الديار مرة أخرى. راهو شي يضحك راه. دونك الحومة الكل اللي في جبلنا لازم يتعداو فوق كنال مجردة هذا، فوق الكنال هذا باش ينجمو يتعداو لهنا الفوق. هاك الحومة تطلع راهو الحومة بالدا الفوق. هذا البني يتسبب في كارثة راه، هو اللي يتسبب في فيضانات اللوطة. هذه بونت راهي كبيرة على الاخر، انت وشد الفرع على الاخر باش مسكيت ما تهربش بيا. شوف البني يوصل، هذيك هيك قمرت مقابلتنا من غادي. قلت قمرت سيدي بوسعيد. دونك الوادي اللي كنت نصور لكم فيه فوق في الجبل اللي يجي من الحومة العالية اللي يبنيو فيها جديدة فوق الجبل هذا، الواد هذاك اللي يتحول للفوسي، وبعد ولا قبل يتحول فوسي يسطع في الديار، وبعد يمشي في الكياس، وبعد يتحول الى فوسي، بعد يخرج من الفتحه الصغيره هذه، يخرج من هنا باش يمشي للبحر. توا ظهر لي واضحه برشا، واضحه الحكايه علاش كيف الدنيا.